ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن صحة واحسن حال. صلوا على الرسول ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة. هوريكم ازاي تعملوا البشاميل بكل بساطة. في ناس كتيرة اوي ما بتعرفش تظبط المكرونة بسبب انها ما بتعرفش تعمل البشاميل، وكمان هقولك ازاي الكيلو وربع مكرونة او النص كيلو مكرونة هياخد معاكي حليب قد ايه، وكمان دي قد ايه. بس تابع الفيديو بالخطوات وان شاء الله تبقى استاذة فيه. اول حاجة بتحطي المادة الدهنية بتاعتك، بتكون عبارة عن زيت او سمنة او زيت بس او سمنة بس، ده حسب رغبتك. بصوا بقى، انا هعمل النهارده كيلو وربع من المكرونه او كيلو، هياخدوا معايا من 10 ل 12 معلقه دقيق. كتير يا اميره كميه الدقيق؟ لا مش كتير، هتشوف القوام بتاعها معايا كده وان شاء الله، بس امشوا معايا بالخطوات. هبدأ احط الدقيق، ولازم يا جماعة تكون كمية الزيت او السمنة معايا متساويين، علشان خاطر الدقيق مش عايزاه يبقى مكلكع، عايزاه يبقى سايح بقلب الزيت او السمنة بتاعتي كده، عشان اقدر احمره كويس. عشان خاطر لما بتحمريه كويس بيدي طعم حلو قوي للبشاميل. هتبدأي بقى تقلبي فيه كده، وان حسيتي ان هو مكتل معاكي كده شوية، وتبدأي تحطي شوية زيت او حتة سمنة تاني لغاية ما يبقى معاكي ضايع كده او تايه كده في البشاميل يعني. بصوا بقى، هقولك على حاجة، معاكي ال10 معالق دقيق او ال12 معلقة بياخدوا معاكي 2 لتر من الحليب. طب انا مش عايزة احط 2 لتر من الحليب، يبقى هنحط لتر حليب ولتر شوربة. طب ما عنديش شوربة، يبقى سلق المكرونة هناخد منه لتر. وانا عاملاها بسلق المكرونة، بتبقى جميلة اوي بسلق المكرونة يا جماعة. حطيت اللبن بتاعي بيكون بارد، والمكرونه كمان وسلق المكرونه معايا كده، الميه بتاعه المكرونه حتى فيها مكرونه لو تلاحظوا بتكون برضو دافيه معايا. وهتفضلي تقلبي باستمرار عشان خاطر ما يكلكعش مني. طب هو كلكع مني ومش عارفه اعمل ايه، هتضربيه في الخلاط، هتسيبيه يهدى خالص وهتضربيه في الخلاط، هينعم معاكي ويبقى زي الفل ان شاء الله. هتفضلي تضربي كده باستمرار. حطيت مكعب دجاج كده. طيب انا حسيت ان القوام معايا تقيل، وهخفه ازاي وانتي قلت 2 لتر لبن؟ حطي تاني شوربة لو عندك، او زودي كوباية لبن او كوباية شوربة لغاية ما هتظبطي القوام يبقى عامل زي قوام الكيكة كده. هحط بقى الملح بتاعي، واحط شويه فلفل اسمر صغيرين خالص عشان انا مش عايزه لونه يغمق معايا. طب انا بحب احط عليه بيض، حطي تمام بيض، بس استني لما يهدى شويه، عشان البيض لو حطيتيه عليه وهو سخن بيبدا ان هو يستوي في قلبي. طيب النص كيلو مكرونه هياخدوا معاكي لتر حليب او لتر وربع، على 4 معالق من الدقيق او 5 معالق من الدقيق. وهتمشي برضو بنفس الخطوات. طب انا بحب البشاميل يكون بتاعي خفيف شويه، خلاص يبقى هيبقى معاكي 3 معالق من الدقيق على لتر الحليب او اللتر وربع لنص كيلو مكرونه. وانتي طبعا بنظرك كده هتظبطي المقادير وهيبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. ان عجبك بقى الفيديو لايك كده حلو واشتراك، حاجه كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. وهقولك كمان ازاي تعرفي ان البشاميل اتظبط معاكي وبقى تمام، والقوام بتاعه كده بقى حلو. معانا من كنور اللي هما ال11 بهار دوت، حطيت منه شويه، ما بيغمقش لون البشاميل ولا اي حاجه، بس بيديله طعم حلو. لازم اسوي الدقيق بتاع البشاميل بتاعي علشان خاطر يبقى طعمه حلو، لو انت ما سويتهوش هيبقى معاكي منشي كده وطعمه مش حلو. لازم يغلي زي ما انت شايفه كده، واسيبه شويه يغلي كده بتاع 5 دقايق عشان الدقيق يستوي معايا في قلب البشاميل. وهوريكي القوام بتاعه دلوقتي، وهقولك ايوه الحركه بقى هي ديت اللي هتعرفك البشاميل بتاعك كده قوامه مظبوط ولا لا. لو الخطين دول ما جوش على بعض يبقى كده البشاميل بتاعك كده مظبوط والقوام بتاعه مظبوط. طيب لقيتيه جم على بعض، يبقى البشاميل بتاعك خفيف. لو خفيف اعمل ايه؟ حط معلقتين دقيق، دوبيهم في شويه لبن وضيفيهم على البشاميل اللي هو سخن كده، هيتقل برضو معاكي. إن عجبكم بقى الفيديو لايك واشتراك في القناه. شايفين القوام مش تقيل خالص، تلاقيكوا اتخضيتوا طبعا من عدد معالق الدقيق، بس زي ما انتوا شايفين جميل وحلو ازاي. وان عجبكم بقى الفيديو لايك يا بنات.